سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. توقف الدراسة بسبب مباراة المنتخب المغربي مع كندا. بسبب مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكندي المزمع تنظيمها يوم الخميس انطلاقا من الساعة 4 عصرا، قررت مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي توقيف الدراسة، وستتوقف الدراسة خلال فترة بعد الزوال والاكتفاء بالتدريس خلال الفترة الصباحية فقط، وذلك بحسب إشعار توصل به آباء وأولياء أمور التلاميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء والرباط ومدن أخرى. وعزت مصادر مطلعة أسباب توقيف الدراسة من أجل السماح للتلاميذ وموظفي المؤسسة بمشاهدة مباراة المنتخب المغربي، وإنما لدواعي أمنية بدرجة الأولى. وأوضحت ذات المصادر أنه في حالة تأهل أسود الأطلس إلى الدور الثاني لكأس العالم سينزل عدد كبير من المغاربة إلى الشوارع من أجل الاحتفال، وهو ما سيتزامن مع فترة مغادرة التلاميذ للمؤسسة، مما سيخلق أزمة مرورية وخطرا محتملا على التلاميذ. يشار إلى أن بعض المدارس الخاصة كانت قد بادرت إلى وضع شاشات للتلاميذ لمتابعة المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي أمام كرواتيا التي جرت يوم الأربعاء الماضي في 11 صباحا، حد موفق لأسود الأطلس.